السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح اداة. فكرة الاداة ان احنا بنعمل رابط. طبعا الرابط ده بيكون مفتوح على بورت خارجي علشان يتصل بجميع الشبكات. مش هيكون متصل على اللوكال هوست اللي هو الشبكة بتاعتك انت بس. فمش شرط ان هو يكون يجيب لك موقع الاشخاص اللي هو على الشبكة بتاعتك انت بس، لا. دي الاداة بتخليك تجيب موقع اي شخص في الدنيا. ده اول شيء. تاني شيء طبعا بتدينا بعض المعلومات عن الجهاز اللي دخل على الرابط، زي الاي بي وزي نوع الجهاز اللي دخل وبيستخدم نظام ايه. فكل ده نعرفه ان شاء الله في الاداء. اول حاجه قبل ما نبدا محتاجين بس منك انك تعمل الاشتراك الكويس بتاعك زائد اللايك علشان الفيديو يوصل لغيرك. واتمنى ان انت تفهم الفيديو فتسمعه بالراحه علشان تبدا تفهم. وما تسجلش وخلاص، يعني انت ما تحشيش راسك بمعلومات على الفاضي. افهم علشان تبقى تعرف تتعامل بعد كده مع نفسك. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا ندخل على اي براوزر عندك زي فايرفوكس، يعني اي متصفح انت بتستعمله. وهنكتب هنا اسم الاداه اسمها هاوند. HOUND. تمام. فاحنا عشان نجيبها فهنحتاج ان احنا نجيبها من جيت هاب. فهنكتب هاوند جيت هاب. تمام تمام. لو دخلنا على اول رابط هنلاقي ان الاداة قدامنا ايه. تمام. وده هيكون شكلها لما نيجي نشغلها. طبعا هننزل لحد تحت لحد ما نلاقي خانة اسمها الانستولينج. تمام. فكك من دول احنا مش محتاجينه، احنا مش محتاجين غير دي، ان احنا ننزلها للكاري لينكس. تمام تمام يا معلم. هنيجي هنا في الملفات وهنضغط كليك يمين وهنقول له نيو فولدر وهنسميه هاوند على اسم الأداة. تمام. هو عمل لنا الملف اهو. طبعا لو دخلنا على الملف فاضي احنا كده كده لسه ما عملناش فيه حاجه، فخليه حاليا. هنفتح تيرمينال وهنيجي هنا نروح مكبرين الدنيا شويه. فاحنا عايزين نكون في صلاحيات الروت. فهنكتب سودو SU ونضغط انتر. يطلب مننا الباس. اكتب الباس بتاعك اللي انت عامله للاداه. انتر. احنا كده دخلنا لصلاحيات الروت اهو. مالكش دعوه بالشكل عندي، ممكن يكون الشكل عندي مختلف عنك. مالكش دعوه، طبق الخطوات. ما تتدخلش في حته الشكل دي. انت بس افهم اللي احنا بنعمله الاول. طبعا لو جينا هنا وخدنا اسم الاداه وخدنا الرابط بتاع الاداه فاحنا هنضطر نمشي خطوه بخطوه ونكتب من الاول وجديد. هنا نقعد نكتب معرفش ايه. ففكك من كل ده، فكك من كل ده تماما. احنا بس محتاجين ناخد ده نسخ. تمام تمام. هنيجي هنا وهنيجي في التيرمينال بعد ما خدنا الامر نسخ هنكتب CD هاوند اللي هو اسم الاداة بتاعتنا. لا، مش اسم الاداة، هو اسم الاداة فعلا بس اسم الملف اللي احنا عملناه. تمام. اللي هو على اسم الاداة هنكتب CD هاوند. دخلنا جوه ملف هاوند ومن بعد ما ندخل نحط الامر اللي احنا لسه واخدينه نسخ. تمام. ده الامر الطويل اللي هو الانستول الانستول للاداة. وكتبنا CD هاوند تاني لان هو بعد ما يعمل انستول للاداة هيحفظها في ملف اسمه هاوند. فهنكتب CD هاوند تاني. فهو هيحفظ الاداة في ملف اسمه هاوند جوه الملف اللي اسمه هاوند اللي احنا عملناه. تمام. وبعدين باش هاوند دوت SH. اي SH تلاقي قدامك كده اعرف ان انت تستعمل امر باش علشان تشغلها. BASH علشان تشغل اي ملف الامتداد بتاعه SH. هنضغط انتر. هو يبدأ ان هو ينزل اداة فهو نزلها ودخل جوه الملف وشغلنا الاداة. فهو بيطلب مننا ان هو يتصل ببورت خارجي فاحنا طبعا هنقول له يس، احنا عايزين نتصل ببورت خارجي. ولو جينا للملفات عشان اكد لك برضو، لو جينا دخلنا على الملفات وادي ملف هاوند اللي احنا عملناه. بص، ادي ملف هاوند اللي انا قلت لك ان هو عمله. طبعا الملف مقفول، لو حاولت تدخل عليه مش هيدخل. غالبا لازم تكتب له كلمة المرور او حاجة زي كده. بس عامة ما يهمناش حاليا. احنا بس خلينا في ان احنا ايه، نشغل اداة. نكبر سنة تاني. على فكرة أنا أصلا آه، أنا عندي أنا عندي
بورت خارجي انا متصل بيه من نيجروك، برضو 80 البورت 80. لكن انا هنا قلت له ان انا عايزه يديني، تمام، منه هو عايزه يديني بورت منه هو، يكون منه لنفسه يعني من الاداء، يكون البورت ده مفتوح، مفتوح برضو خارجي، اي حد ممكن يتصل بيه عادي. فهو حاليا اعطانا الرابط ده الرابط الخبيث اللي احنا محتاجينه طبعا. ده لو عملنا اوبن لينك كده، ده هنا بقى المفيد. هنا هو دخلنا على شات بيننا وبين تشات جي بي تي، يعني الضحية ما تشكش في حاجة. وطبعا هو هنا لو داس له الله اللي هو اسمح له يعني بان هو يعمل اللي هو عايزه، طبعا ده تشات جي بي تي، فهتيجي هنا تكتب هاي، هو تشات جي بي تي بالظبط هيرد عليك. انت فاهمني؟ شات بينك وبين تشات جي بي تي اهو. فالضحية ممكن ما تشكش في حاجة، فانت ممكن تستعمله بكده بقى. لو جينا هنا نبص، بص يا معلم، ادي الملف، ادي الحاجات اللي احنا ايه خدناها منه. طبعا اول حاجة خدناها منه هو النظام اللي دخل بيه، تمام، اهو ادي اسم النظام اللي هو دخل بيه. طبعا انا بستعمل نظام اوبنتو، ونظام اوبنتو من كاري لينكس كده كده. بص بقى هنا الموقع بتاعه عطاهولنا من جوجل ايرث مره، ومن جوجل ماب مره. ده الموقع بتاعي انا. طبعا انا لو مغير الاي بي فهيجيب لي موقع تاني، تمام، وادي الاي بي بتاع الجهاز. فانا لو جيت هنا وعملت اوبن لينك، نزلها لتحت، وجيت هنا برضو من جوجل ايرث وعملت اوبن لينك، هيفتح لنا هنا جوجل ايرث، وهنا فتح لنا الموقع. هو بالظبط جاب لي الموقع بتاعي. اوف، ده جابه بجد. هو حرفيا جاب الموقع بتاعي، تمام. لو جينا هنا على جوجل ايرث واستنينا لما يفتح، ده طبعا ده الموقع اللي احنا بحثنا عنه. فانت لو خدته وعملت عليه فعلا بحث هيجيب لك الموقع بالظبط. طبعا هو كده كده من جوجل ماب جابه لنا كده كده اصلا، تمام. ف ده حاجه كويسه فشخ. وهو هنا كده كده بيكون اصلا، هو هنا مش شاكك في حاجه، يعني هو هنا اصلا هيكون بيعمل هيكون بيتشات مع تشات جي بي تي 4، تمام، فهو مش هيحس بشيء. لكن انت هنا زي ما انا قلت لك ان انت خدت الموقع بتاعه مره من على جوجل ايرث ومره من على جوجل ماب، تمام، وادي الاي بي اللي هو دخل بيه واتصل بيه بالرابط. ده جاب لي كمان، ده في حاجات كتيره هو جابها لي هنا. ده جاب لي الوقت اللي انا دوست فيه على الرابط بالظبط، وجاب لي استعمال، وجاب لي الاستعمال بتاع المعالج اللي هو هنا كان 5 ساعتها. لا، ده الاستعمال بتاع الرامات. ده جاحد. لا ده كويسة فشخ بصراحة. يعني انا اول مرة استعملها معاكم بأمانة. ف... فاحنا وصلنا منها لحاجات كتيرة حلو. انا مش عارف ملقحني في الماء ليه، بس عامة دي مش مهمتنا يعني. المهم ان احنا قدرنا فعلا ان احنا ناخد الموقع بتاع الشخص وبعض المعلومات عنه، والاي بي بتاع جهازه، والنظام اللي بيستعمله، والوقت اللي هو دخل فيه على الرابط، واستعمال البروسيسور وقتها، واستعمال الرامات. فده شيء كويس ان احنا قدرنا ان احنا نوصل لحاجة زي دي. طبعا الحاجات دي هتختلف من تليفون لكمبيوتر للابتوب، فالحاجات دي اكيد هتختلف. ده جاب الوقت بالظبط، ده اللي هو 12، ده الساعة 2 و11 دقيقة و20 ثانية. فكويسة بجد ده. وان شاء الله قريب هنزل أداة. الأداة دي مش هقول على اسمها دلوقتي، بس ايه، الأداة دي مهمتها ان هي بتفتح لك المايك بتاع الشخص. الأداة دي كمان بتساعدك انك تعرف اللوكيشن.
الأداة دي كمان بتاخد صور من الكاميرا، صور حية كده، كل 5 ثواني بياخد صورة. كمان تقدر تسحب بيها كل الملفات اللي موجودة على الجهاز من غير صاحب الجهاز ما يحس. فكل ده نعرفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. استنى الفيديو الجاي، هيكون مفيد جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.